تخيلت انك ممكن بعد ما ترجع من شغلك وبعد يوم طويل تاخد 3 أطماط بالخصاية وتشبع؟ للأسف ده ترند الناس كانت بتتكلم عليه الفترة اللي فاتت واتسألنا عليه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع يا جماعة هو سرعة الأكل. أنا باكل بنمط عامل ازاي؟ هل هيفرق لو كلت بسرعة، لو كلت ببطء في معدلات الشبع وإعادة تاني الإحساس بالجوع؟ الموضوع ده في غاية الأهمية. لو نفتكر إن احنا قلنا إن طول ما المعدة فاضية كانت بتبعت إشارات للمخ بهرمون قوي جدا وعنيف جدا اسمه الجريلين، ورجعوا للحلقة بتاعت هرمونات الشبع وقلنا إن الهرمون ده عنيف جدا واستجابه المخ ليه عاليه. عشان المعده تبدا تحس ان هي اتملت، الموضوع ده بياخد تقريبا 15 ل 20 دقيقه عشان تبدا تقلل افراز الجريلين وتقول للمخ خلاص انا اتمليت والراجل ده شبع، ويبدا هرمون الليبتين اللي هو الهرمون المقابل ليها هو اللي يزيد ويقول للمخ كفايه كده، وقف اكل الشخص اللي بياكل ده. اذا كل ما انا ما همضغ الاكل اكتر وياخد راحته معايا في عمليه البلع وعمليه الهضم، كل ما هاكل كميات اقل. دراسات كتيره قوي اتعملت، منها مثلا واحده اتعملت من حوالي 3 سنين، لقت ان الناس اللي بتاكل ابطا من غيرها بمعدل تقريبا 15 ل 20 دقيقه في الوجبه، لقوا ان الناس ديت بتقدر تاكل سعرات حراريه اقل من 20 ل 30% من غيرهم اللي قاعدين بياكلوا بسرعه. ليه؟ جزء من الموضوع كان راجع لمستوى الجريلين قصاد مستوى الليبتين. مش كده وبس، كلنا نسمع عن الحقن اللي بتستخدم حاليا للتخسيس. الحقن دي تبقى شبه واحد من الهرمونات المهمه اللي بتطلع من عندنا من الامعاء او من الانتستين عشان تدي اشاره للمخ توقف عمليه الاحساس بالجوع وتزود الاحساس بالشبع، وفي نفس الوقت تقلل مستويات السكر اللي طالعه من الكبد. الهرمونات دي مشهوره اسمها الجي ال بي 1 والجي اي بي. كل ما امضغ الاكل كويس واكل ببطء كل ما مستوى الهرمونات دي في الدم عندي يعلى اكتر، وبالتالي التخلص من السكر هيكون سريع. في نفس الوقت هحافظ على مستوى سكر الدم بشكل منتظم، ما ارجعش تاني اجوع بسرعه، في الوقت نفسه اشبع بدري. وكده احنا فهمنا ازاي الفرق ما بين سرعه الاكل بيفرق معايا في احساسي بالشبع او اعاده تاني الاحساس بالجوع. وافتكر دايما ان صحتك اهم.